ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ قلت بقى اقوم اعمل كيكه. قلت مش هعملها من غيركم ابدا. هعمل النهارده كيكه بالشوكولاته. انا بعمل الكيكه العاديه يعني 3 بيضات، كوبايه سكر، معلقه فانيليا صغيره. هنقلب كويس، واهم حاجه ان هما يتجانسوا كويس جدا. هنبدا بقى تقليب. هنا حطيت زيت، ولو عندنا حبه قشطه مع اللبن تبقى حلوه جدا، او حته زبده تبقى تحفه مع الزيت. هنقلب بقى كويس جدا جدا، اهم حاجه التجانس. وبما انها كيكه شوكولاته فهضيف طبعا كاكاو، والكاكاو كلنا عارفين لازم ننخله عشان بيبقى فيه حبيبات كده او كور كده كاكاو. لازم نقعد ننزلها الاول، يعني مينفعش نحطها كده على طول في الكيكه بتكلكع. نقعد بقى نحاول مع كاكاو وننزل في الكاكاو ونسيب الدنيا كلها بقى، ونقعد ننخل في الكاكاو. مش هنخلص النهارده. وطبعا ابني كان لازم يساعدني، ما ينفعش تعدي كده من غير ما يساعدني. هندخل بقى في الكاكاو، نقعد ننخل. خلاص بقى نخلص. مرحله الكاكاو طولت قوي. هاجي هنا بقى احط الدقيق. بعد ما حطيت الدقيق افتكرت انه المفروض احنا بنحط المواد السائله اول. ليه؟ انا بشتغل تقديريا. كنت في اول الجواز كنت بشتغل بالمعيار بصراحه، واعمل كل حاجه بالمعيار. بعد ما خلاص بقى الواحد اتعود وايده اخدت على الكلام ده، بقيت بعمل بالتقدير. بحط كل الحاجات اللي انا عايزه احطها الاول، السوائل. لان انا ساعات بحب اضيف اضافات تانية، يعني مثلا ممكن احط 5 بيضات بدل 3. انا بحب احط 5 بيضات. ليه؟ بعلي القيمه الغذائيه، لان ولادي مش دايما بيحبوا ياكلوا بيض، فبقوم مزوده البيض في الكيك. البيض بيديني سوائل اكتر. طيب بحب احط زبديه، بحب احط لبن ومعاه قشطه. الحاجات دي بتدي في الكيك سوائل اكتر، فانا بحب احط السوائل اكتر، وبعد كده افضل اضيف دقيق لحد ما احس انه خلاص كده القوام المناسب. فانا بعد ما حطيت اول كوبايه دقيق افتكرت ان انا كان المفروض احط السوائل الاول، وبعد كده اضيف بقى دقيق براحتي. فحطيت بقى كل حاجه وقلبت بقى. خلاص كيكه بعد ما خرجت من الفرن يا جماعه. انا هنا بخرمها بستك الشيش طاووق علشان هسقيها صوص، علشان تبقى من جواها شاربة صوص شوكولاتة. الصوص ده بقى كوباية لبن، كوباية زيت، معلقتين كبار كاكاو خام، وسكر حسب الرغبة. انا هنا محطتش سكر كتير، تقريبا حاطه نص كوباية بس. هنا بقى نسيت ان انا اصور وانا بحط جناش الشوكولاتة على الكيكه. جناش الشوكولاته ده يا جماعه تحفه 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 تحفه. قالب شوكولاته خام مع كوبايه قشطه او زبده، وبنحطهم على النار. لما تسيح اقوم حطها على الكيكه. وقطعت فراوله زي ما انتوا شايفين، رصصتها، وكنت بشر كمان. اخدت من القالب حتى كده بشرتها علشان ازين بيها زي ما انتوا شايفين. لكن الكيكه كانت لسه دافيانه شويه، فالبشر ده الى حد ما ساح شويه. فبصراحة هي طلعت تحفة وطعمها رائع، خطيرة يا جماعة. جربوا، سهلة جدا سهلة جدا جدا يعني. والولاد بقى بيفرحوا ويقولوا عاملين شوكولاتة يا ماما وحاجات بقى كده. هنا ساجد وهو عمال يقولي انا عايز كيكة يا ماما، انا عايز كيكة، وعمال يزن. فجربوها وهتحبوها، واللي عايز يسأل في اي حاجة يسألني بقى. ومع احترامي طبعا لاصدقائي الشيفات اللي معانا على اللي معايا صفحتي وبيتابعوني، طبعا انا مجيش جنبكم اي حاجة يا جماعة. فجربوها والله العظيم تحفة قوي وجميلة. شاربة شوكولاتة ومن فوق شوكولاتة وفراولة، والفراولة دي كانت مسكرة وكانت تحفة. دي بقى بتاعتي، قلت بقى لازم ادوقكم معايا. بصوا من كتر ما هي طرية انا مش عارفة امسكها بالشوكة، يعني كان المفروض ان انا اكلها بمعلقة والله العظيم. وباي باي، واشوفكم في فيديو تاني جديد.